بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على الحبيب المصطفى. السلام عليكم، شراكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، صحة شريبتكم. اليوم جيتكم بطبق جديد اللي هو ضلمة خرشف ولا خرشف محشي بصدر الدجاج. رافقت معاه الحمص. نبداو في الوصفة على بركة الله. في طنجرة درت شوية زيت شوية زبدة، درت الدجاج يتقلى، حطيت معاهم حبة بصل، ومن بعد نضيفوا لي زيبيس، راس الحانوت، كركم وكاري الدجاج وشوية ملح وحبة جumbo. زدت لهم حبة طماطم مرابي مع مخلطة مع مغرف طماطم مصبرة. نخلوهم يتقلاو شوية، من بعد نمرقوا ونضيفوا الحمص ولا ديروا الزيتون كما بغيتوا. هنا نجو عندي صدر دجاج، درت له لي زيبيس، خلطت له شوية رز، ومن بعد نخلطهم حتى يتماسكوا، حتى يتماسك الخليط. نزيد نضيف له حبة بيض باش ما يتحللناش في الكسرونة. هنا نجو نحشو الحبات تاع الخرشف تاعنا فوالا بهذه الطريقة. وانا تعمدت نديرهم طوال بهذه الطريقة باسكو في الاخر رايحين نقطعهم، وكل واحدة دير الحجم اللي بغاتو هي. وكنصيحة الخرشف كي تعودوا تغلوه ما تغلوهش بزاف باش ما يطيح لكمش في الكسرونة. وكملوا الكميه اللي بقات لكم على نفس الطريقه. ديروا لا فرص شويه بومبي باش تلصق مع الاخرى مع اختها كيما راكم تشاهدوا. كملوا واش بقى لكم على نفس الطريقه وحاولوا تصيروها مليح باش ما تتفتح لكمش. وفي الاخير الخطوه الاخيره لازم تربطوهم بالخيط باسكو سي بوسيبل يتفتحوا. باش تتنحوا الشكل لازم تربطوهم هكا بالخيط كيما راكم تشوفوا وتحطوهم يطيبوا. وهنا نكون لحقنا لاخر لا فيديو تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات. ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو في وصفه جديده باذن الله. سلام.